تحفظ هاني رمزي نجم الأهلي السابق بشكل كبير على فكرة عقد صفقة تبادلية تتضمن انتقال ديانج مقابل عودة حمدي فتحي. يرى هاني رمزي أن عودة حمدي فتحي ستكون تكرارا لخطأ سابق ارتكبه الأهلي مع محمد شريف، حيث أن تجربة عودة اللاعبين الراحلين لم تكن ناجحة. يرى هاني رمزي أن أسامة فيصل أفضل من مهاجمي الأهلي الحاليين، وكان من الأفضل التعاطف معه بدلا من عودة محمد شريف. أكد هاني رمزي أن جراديشار لم يحصل على فرصته الكاملة داخل الأهلي ويفتقد الاستمرارية. أشار هاني رمزي إلى أن الأهلي بحاجة إلى تدعيم صفوفه في يناير بمهاجم صريح ومدافع قوي ولاعب وسط وظهير أيسر. كان المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه من الأسماء التي طرحت على إدارة الأهلي خلال فترة عمل هاني رمزي في لجنة سكاوتينج. أوضح هاني رمزي أن مستوى حمدي فتحي تراجع منذ رحيله عن الأهلي، مما يجعله يتحفظ على عودته مجددا. تكمن المشكلة الرئيسية في الأهلي في عدم إنهاء الفرص بشكل جيد وقرارات اللاعبين الخاطئة أمام المرمى. يرى هاني رمزي أن الأهلي يحتاج إلى تقييم شامل لكل عناصره الجديدة والقديمة وخصوصا المحترفين، لأن كفاءتهم أصبحت سيئة جدا. يرى رمزي أن الرباعي الأجنبي بن شرقي، أليو ديانج، أشرف داري وجراديشار لا يفرقون شيئا عن اللاعبين المحليين مثل تريزيجيه وعبد القادر، ويجب رحل منهم 3 على الأقل. يجب ضم 3 لاعبين أجانب سوبر ستار على شاكلة محمد الشيبي وفيستون مايلي. يعتبر محمد علي بن رمضان هو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي يجب التمسك به، لأنه لاعب جيد لكن لم يتم إعداده بدنيا بشكل جيد. رصد نادي سيراميكا كليوباترا 5500 جنيه لكل لاعب لتخطي الأهلي في نصف نهائي السوبر، و5000 جنيه أخرى للفوز بالبطولة. تأخر وصول سيد عبد الحفيظ للإمارات يؤجل جلسته الأولى مع اللاعبين إلى الغد. أكدت رابطة الأندية الإماراتية أن مباراة الأهلي وسيراميكا سيحضرها 15,000 متفرج على الأقل. منح اتحاد الكرة رابطة الأندية الإماراتية الحق في اختيار الطاقم التحكيمي الأوروبي لنهائي السوبر والطاقم الإماراتي لمباراة المركز الثالث والرابع. محمد شريف يقاتل في التدريبات للأهلي لرغبته في الظهور بشكل مختلف وأن يكون له دور مؤثر في السوبر بعد تعافيه من الإصابة. أكد ياس تورب على ياسر إبراهيم وياسين مرعي ضرورة تلاشي الأخطاء الفردية أمام المهاجم الجنوب أفريقي فخر اللقاي. طلب ياس ثورب بضرورة منع عمرو السلية من التسديد على مرمى الشناوي تماما. بدأ علي ماهر شرح الطريقة المناسبة للاعبي سيراميكا للحد من خطورة تريزيجيه وزيزو وكل عناصر الأهلي الهجومية. اقترح بعض أفراد الجهاز المعاون لياس ثورب استمرار اللعب أساسيا بديانج ومروان عطية في خط الوسط والدفع ببن رمضان أمامهما وإعادة زيزو للجناح الأيسر. اجتمع ياس ثورب بمحمد عبد الله في التدريبات لمنحه دفعة معنوية ووعده بفرص أكبر في الفترة القادمة. علامات الحزن تواصل السيطرة على وجه زيزو في معسكر الأهلي لتأثره بإضاعة ركلة الجزاء الأخيرة أمام المصري. كريم فؤاد يمني النفس أن يعيده ياس ثورب للعب في مركز الظهير الأيمن مجددا بعدما أصبح رقم 3 في مركز الظهير الأيسر. تسيطر حالة سعادة على إمام عاشور في الإمارات بعد بدء عودته تدريجيا للتدريبات الجماعية اليوم. وضع طبيب الأهلي برنامجا غذائيا خاصا لإمام عاشور لإنقاص وزنه والعودة للوزن المثالي سريعا. يجد الأهلي صعوبة كبيرة جدا في تسويق أشرف داري بسبب إصاباته المتكررة واشتراطه الرحيل لناد يمنحه نفس الراتب الحالي. خطف حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الشاب أنظار الجماهير بعد تألقه وتسجيله هدفا مميزا في مباراة منتخب مصر للشباب بكأس العالم. تلقى جراديشار استدعاء من منتخب سلوفينيا في الأجندة الدولية القادمة لمواجهة السويد في تصفيات المونديال. اعترف يونغ أفريكانز التنزاني بصعوبة المجموعة التي تضم الأهلي وشبيبة القبائل والجيش الملكي، لكنهم واثقون من قدرتهم على المنافسة بقوة. بدأ منتخب مصر للشباب مشواره في مونديال الشباب بالفوز 4-3، وتألق بلال عطية لاعب الأهلي الشاب وحصل على جائزة رجل المباراة. تنتقد جماهير الأهلي بشدة أحمد حسام ميدو بسبب انتقاده لوليد صلاح الدين لدفاعه عن مصلحة الفريق ضد بعض الحكام. أكد أشرف بن شرقي أن لاعبي الأهلي يعرفون أهمية بطولة السوبر ويستعدون لها جيدا وينتظرون دعم الجماهير. أكد شريف حازم أن صدارة سيراميكا للدوري مؤقتة فقط، وأن الأهلي لو عاد لحالته سوف يستعيد الصدارة بلعب الجهاز الفني بالعناصر الأكثر اجتهادا وليس الأكبر رواتبا. استبعد نادر السيد حارس الأهلي والزمالك السابق تأهل سيراميكا كليوباترا أو بيراميدز لنهائي السوبر،
ويرى أن جماهير الأهلي والزمالك ستصنع الفارق. يرى نادر السيد أنه كان من الأفضل للأهلي التعاقد مع حسام البدري أو الإبقاء على النحاس بدلاً من ياس ثورب لمعرفتهم الأفضل بالفريق. يرى نادر السيد أن المدربين المصريين حالياً أفضل كثيراً من المدربين الأجانب. أكد أسامة حسني أن الأهلي سيظل المرشح الأول لأي بطولة يشارك فيها، ويثق أن الفريق سيفوز بالسوبر بروح الفانيلا الحمراء. يرى محمود أبو الدهب أن الأهلي لم يحسن الاختيار في مركز رأس الحربة الصيف الماضي بعد رحيل وسام أبو علي، وأن محمد شريف لم يكن الخيار الأفضل. تمنى محمود أبو الدهب أن تنجح محاولات الأهلي مع مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي أو ضم أسامة فيصل لأنهما أفضل كثيرا من محمد شريف. أكد أحمد أبو مسلم أن الأهلي فشل بشكل تام في تدعيم خط الهجوم وتعويض رحيل وسام أبو علي. يعتقد أحمد أبو مسلم أن الأهلي تعاقد مع محمد شريف حتى لا ينتقل لنادي الزمالك. يرى أحمد أبو مسلم أن السلوفيني جراديشار لا يصلح نهائيا لقيادة الهجوم الأهلي، وهو أقل كثيرا من أن يكون المهاجم الأساسي. يعاني الأهلي بشكل واضح في خط الدفاع بعد رحيل محمد عبد المنعم ورامي ربيعة والمساهمة الضعيفة من أشرف داري. الفريق يواجه أزمة في مركزي الظهير الأيسر والأيمن، ويحتاج لمنح محمد شكري فرصة للمشاركة أساسيا. يعود تراجع مستوى أفشا وديانج إلى أسباب نفسية بسبب شعورهما بالتهميش من جانب الجهاز الفني. أزمة الأهلي حالية فنية وإدارية داخل غرف الملابس، ليست مرتبطة بالجهاز الفني فقط. من الضروري إعادة الانضباط والعدل داخل الفريق حتى يستعيد الأهلي شخصيته. يجب إشراك محمد عبد الله جناح الفريق الشاب بدلا من زيزو والاعتماد على العناصر الصاعدة.